أهلا بيكم. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نبيع على أمازون، وإزاي هنرفع المنتجات، وهنعمل وصف وليستنج بشكل صحيح. تفاصيل كتير وأسرار كتير هنعرفها مع بعض. تابعونا بعد الإنترو. أهلا بحضراتكم مرة تانية. منصة أمازون منصة كبيرة. لازم أنت كتاجر لازم يكون عندك حساب على أمازون. هنتكلم مبدئيا إن أنت خلاص أنت دخلت وعملت أكونت على أمازون كحساب بائع، سجلت يعني كحساب بائع. فهنفترض إن أنت خلاص عملت الأكونت. طب هو الأكونت بيتعمل إزاي؟ في فيديوهات كتيرة على النت بتشرح الكلام ده، وهو الموضوع مش صعب. أنت لازم يكون معاك طبعا أساسي، لازم يكون ليك إيميل. هتخش بالإيميل بتاعك، تمام، هتسجل على أمازون. آه وهيطلب منك بقى البيانات اللي هي الاسم والبطاقة، آه رقم الحساب البنكي اللي المفروض هتحول عليه الفلوس، الاي بان كود، وده تقدر تجيبه من البنك بتاعك. وفي خلال 48 ساعة بعد ما بتسجل الأكاونت بيتم عمل موافقة عليه. بعد كده بكام شهر من خلال البيع بتاعك أو الشغل بتاعك، هتلاقيه بيطلب منك بطاقة ضريبية. فدي برضو لازم حاجة تكون في الحسبان ومعمول حسابها. ممكن يكون شوية، يعني الموضوع شوية فيه شوية تعب، بس صدقني الفايدة منه بتبقى كبيرة جدا. ولازم فعلا يكون عندك أكاونت على أمازون. فأنا هفترض النهاردة عشان نعدي المرحلة دي ممكن نبقى نعمل فيديو تاني إن أنا يعني إزاي إن أنا أسجل على أمازون أصلا كبائع. تمام. بس هنفترض دلوقتي إن أنت خلاص عندك الأكاونت، أو إن أنت شفت بعض الفيديوهات اللي بتوريك كيفية التسجيل. يعني إن أنت، يعني هنفترض إن أنت خلاص سجلت على أمازون. تمام. فهوريك دلوقتي إزاي أنت ترفع المنتج بتاعك بطريقة صحيحة. تمام. وإزاي تعمل ليستنج ووصف كويس للمنتج. تمام. آه طيب نخش في الموضوع على طول. دلوقتي أنا عندي أكونت أهو، الأكونت بتاعي مثلا على أمازون. تمام. الأكونت بيبقى متقسم كده، هنقول الداشبورد بتاعته بالكتالوج، وده اللي بننزل منه المنتجات، المخزون، وده اللي بيوريك أنت عندك كام قطعة من المنتج اللي أنت عارضه. حاجات خاصة بالتسعير، أنت بتسعر صح ولا بتسعر غلط. الطلبات دي اللي بناخد عليها الطلبات أو الأوردرات اللي بتجينا لما بيتم عملية بيع. تمام. الإعلانات لو أنا عايز أعمل إعلان. تمام. آه المدفوعات، الفلوس بتاعتي. بس أنا طبعا مش هنتكلم في ده كله دلوقتي، احنا كل اللي يهمنا إن أنا إزاي هرفع منتج على أمازون. يعني أنا هستخدم الصفحة دي، فهدوس عليها، أدوس أول حاجة على إضافة منتجات. هو هنا بيخيرني الأول أحط صورة المنتج ولا رقم الباركود بتاع المنتج، ولا إضافة منتج جديد. أنا مش عايز ده كله، أنا كل اللي أنا عايزه إن أنا هضيف منتج جديد. هدوس عليها وهدوس على البدء. تمام. هيبتدي يقول لي حط اسم السلعة، حط الحاجة بتاعت يعني الوصف بتاعه، هي تبع الفئة ايه بالظبط. طيب أنا هنرجع بقى خطوة سابقة، يعني خطوة لورا. هنخش تاني لو نفتكر على لينكات التليجرام. تمام. اللي احنا كنا عاملين لها فيديو قبل كده، ممكن ترجعوا له، للتجار. احنا قلنا هنجيب الحاجة دي منين، من عند التجار. تمام. فده فيديو مهم جدا لازم نشوفه يا جماعة، عشان نعرف احنا هنرفع المنتجات بتاعتنا منين بالظبط، وهجيبها منين بالظبط. فلو قلنا هاتي لينكات التليجرام اللي انا كنت باعتها قبل كده في فيديو سابق، وهنقول ان احنا هنختار منتج. طب انا هقعد ادور كده على منتج لازم يكون يعني زي ما بيقولوا كاتشي، يعني لازم يجيب العميل، فاهم يعني. منتج يكون ليه فايدة أو ليه أهمية أو بيلبي إيه احتياج للعملاء. فجيت بصيت مثلا على منتج زي ده، هو بيقول لي ترمس حراري. تمام. شكله حلو وليه أشكال كتير. تمام. وعلى شكل زجاجة مية، بس هو في الأصل ترمس حراري بيحتفظ بالإيه بالسخونة بتاعة المنتج. فلو هنبص هنا نلاقي إن هو عامل وصف كويس. تمام. وبيقول إن هو مستورد، وإن المقاس بتاعه سعة 700 مللي. تمام. وإن هو بسعر 225، وإن عليه عرض ب199. هنفترض إن المنتج ده مناسب ليا، وإن أنا هشتغل في المنتج ده. طب أنا هعمل إيه؟ أول خطوة هعملها،
هعمل تحميل للمنتج للصور بتاعة المنتج. هنحملها كده مع بعض. هفتح فولدر، هخزن فيه الصور. دي أول صورة، دي تاني صورة، دي تالت صورة، دي رابع صورة. طيب أنا عاوز بس منك أهم حاجة وأنت بترفع الصور، دايما لما تيجي تختار الصور اختار صور واضحة، الجودة بتاعتها كويسة. اختار المنتج أو الصورة بكذا زاوية، تمام. اختار صورة مجمعة للمنتج، اختار صورة بتبين مقاسات المنتج، اختار صورة تكون بتبين الألوان بتاعته لو انت هتعمل كذا لون للمنتج، تمام. طيب أنا خلاص مثلا خدت اهي الصور بتاعت المنتج. لازم أراعي حاجة برضو، إن أنا الصورة نفسها ما يكونش فيها كلام، يعني بمعنى أصح ما يبقاش فيها كلام كتير أو ماركات، يعني حاجة بتدل على إن المنتج ده ماركة، أو لأن هو لو هو المنتج فيه ماركة ممكن يترفض ويقولك اديني ما يفيد إن أنت بتتاجر في الماركة دي، تمام. فاحنا هنشوف دلوقتي هل أنا في الصور اللي أنا رفعتها دي في حاجة فيها كلام أو حاجة أو في كتابة. لأ، الصور مفيهاش فيها حاجة فيها كتابة، يعني مفيش حاجة مكتوبة على الصورة نفسها. ساعات الصور بتيجي اللي بيبقى منزلها التاجر بيبقى عليها أسماء محلات، عليها يعني عليها حاجة مثلا الوصف بتاع المنتج بالشكل الصيني مثلا أو بالكلام الصيني اللي جاي من المنبع بتاع الأوردر نفسه. فاحنا لازم لما نيجي نرفع الحاجة نتأكد إن مفيش أي كتابة على الصور. طيب أنا خلاص خلصت رفعت الصور، تمام. هبتدي أخش في المرحلة التانية. هثبت هنا عند الوصف. أنا مش هبدع، يعني مش هعمل حاجة جديدة، بس لازم يبقى فيه ترتيب أو الشكل منمق شوية، بحيث إن أنا أعرف أوضح شكل المنتج على أمازون، وأدي التفاصيل كلها كاملة للعميل وبشكل منمق وبشكل مظبوط. ميبقاش إن أنا خلاص أنا حطيت عنوان وخلاص وانتهيت كده، لأ. في ناس بتحط ليستنج وبتوصف الحاجة بشكل كويس، وعلشان يكون جايب كلمات مفتاحية كتير اللي بيها تقدر المنتج بتاعك يبقى مميز في السيرش. عفوا. فدي حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها. طيب هنخش دلوقتي على الموقع تاني. طيب هو بيقول لي اذكر اسم السلعة، فأنا هخش هنا. ده اسم السلعة بالنسبة لي، هحط اسم السلعة. طب هل ترمز حراري على شكل زجاجة مياه، هل ده كده حاجة كفاية؟ لأ، مش كفاية، مش موضح للعميل أوي، تمام. فأنا عايز أقول للعميل إن ده مكون أو مصنع من مادة إيه، تمام. و... والمقاس بتاعه لازم يكون موجود في الوصف. طيب هو أنا عندي هنا بيقولك تتميز بوسط سيليكون لسهولة الحمل، خامة ستانلس 304. مقصود ب304 ده الكود اللي هو بيبين جودة جودة الستانلس. فأنا هرجع هنا تاني وهزود وهشيل طبعا أي رسومات أو أي حاجة من الكلام ده، لأن يعني اللي بيحط حاجة زي كده ده بيبقى شكل مش احترافي، وممكن كمان أمازون ترفضها. طيب أنا كده نقرا كده العنوان بقى: ترمز حراري على شكل زجاجة مياه بوسط سيليكون لسهولة الحمل، خامة ستانلس 304. ناقصلي إن أنا أحط المقاس. لو نزلت كده هو كاتب إن هو المقاس سعة 700 مللي، فأنا هشيل كلمة المقاس وهحط 700 مللي. ناخد بالنا إن ساعات بيبقى المحلات كاتبة حاجات يعني بلغة مش مظبوطة، فهنصحح الحروف ونتعامل إن يعني إن ده شغل، فأنا لازم أتأكد بيه. طيب أنا حطيت دلوقتي الاسم، تمام. هو هنا بيقول لي، هو لما أنا حطيت العنوان فهو جاب لي الفئة. هو اقترح إن الاسم ده ممكن يبقى فئة معينة، فهو بيقول لي ومن الأمثلة على ذلك زجاجات معزولة. دي زجاجات معزولة. لو حصل وهو ملقاش فأنا اللي هضطر أخش أحط الوصف بتاع المنتج هو عبارة عن إيه بالظبط. هيفتح لي خانة ويقول لي هو تابع لفئة إيه، فأنا لازم أخش أختار الفئة دي. فهدوس تأكيد.
طيب هو هنا خلاص حولني وقال لي إن المنتج ده يعتبر في فئة المنزل والمطبخ، تخزين وتنظيم، والقوارير الحرارية أو المشروبات، وده اسم المنتج اللي أنا كتبته فوق. فنيجي هنا على جزئية بقى بيقول لي هل هذا يحتوي هذا المنتج على منتجات متفرعة؟ اللي هو يقصد بيها إيه؟ هل المنتج ده ليه ألوان معينة؟ ليه أوزان معينة؟ ليه أشكال معينة؟ هنفرع ده وهنذكره في الليستنج ولا لأ؟ فأنا عندي لو أنا جيت بصيت على الصور بتاعة المنتج هلاقي إن فيه ألوان، يعني هو مش المنتج لون واحد بس، لأ ده هو فيه كذا لون. طيب يبقى أنا لأ كده لازم أعمل منتجات متفرعة، هطلع كده هعلم على العلامة دي. تمام. هو بيقول لي هنا بقى هل هي في المواد ولا في وزن التغليف ولا في اللون ولا في الحجم ولا في النمط ولا في عدد العناصر؟ لأ أنا عندي هنا التغيير فين؟ في اللون، فأنا هدوس على دي. طيب العلامة التجارية، لو أنا مش بتاجر في علامة تجارية وما معيش توكيل أو رخصة بيها، فأنا كده محطوط في فئة اسمها فئة جينيريك. الجينيريك ده أو اللي هو الوصف العام، أنا يعني كده معناه إن المنتج ده من غير علامة تجارية. ومعظم المنتجات اللي أنت هتتاجر فيها واللي هتجيبها من النزهة هي مش ماركات. لو ماركة يبقى أنت مضطر تحط الاسم بتاعها، وهيجي بعد فترة يسألك ويقولك فين ما يفيد إن أنت بتتاجر في الماركة دي، أو فين التوكيل، أو فين الفاتورة الضريبية. فأنا مش عايز أدخل نفسي في القصص دي، وهقول هذا المنتج ليس له علامة تجارية. وده بيتطلب منك إنك تاخد رخصة معينة هو هيسألك عليها، وهيقولك أنت عايز تشتغل في أنهي فئة، والفئة دي ملهاش كود أو ملهاش باركود. تمام، احنا خلاص احنا هننظر لك، احنا هنديلك رخصة أو سماح بالموضوع ده، فأنت لازم تاخد الرخصة دي، ودي هنبقى نتكلم عليها في فيديو تاني. بس احنا الهدف من الموضوع إن احنا عايزين نمشي بترتيب معين، إن أنا ازاي من بداية ما بشتري المنتج، واتعلمنا في الفيديو اللي فات إن احنا هنرفع ازاي أو نعمل ليستنج على الماركت بليس أو الفيسبوك. والنهاردة بنتكلم عن منصة تانية زي منصة أمازون. في فيديوهات تانية هنتعلم على منصات تانية ازاي نرفع ونعمل ليستنج. هنخلص من الجزئية دي وهنتكلم عن بعض التفاصيل اللي هتقابلها أو المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت شغال وإيه حلولها. هنخش هندوس التالي. بيقول لي وصف المنتج، نركز بقى هنا في الجزئية دي يعني دي اللي هنشرح فيها المنتج. طب هو بيقول لي هنا وصف المنتج، فأنا هاجي هنا في الجزئية الخاصة بتاعت وصف المنتج، وهاجي على كل حاجة بعيدا عن، ناخد بالنا يا جماعة إن هو هنا ذاكر لي سعرين، وإن السعر هنا في مقاس 700 مللي بسعر وفي مقاس 500 مللي بسعر. فأنا هعتبر إن هو خلاص اللي هو المقاس اللي هو 700 مللي، تمام، إن أنا اللي هتعامل على إيه؟ على ده. تمام. طيب آه أنا إيه اللي أنا هاخده؟ أنا هاخد ده وهسيبني من الجزئية بتاعت مقاسين، لأن أنا هعتبر نفسي إن أنا هبيع مقاس واحد. أنا هاخد كل العنوان ده كوبي، وهروح أحطه هنا. طيب هشيل، طبعا قلنا هنشيل الصور دي، وخلي الكلام يبدو إن هو إيه، يعني يكون بشكل منمق شوية. أنا هاخد دي، اللي أنا بقولك عليه ده مهم جدا عشان ميبانش إن أنت بترص كلام وخلاص. تمام. هنا مثلا كاتبلي ينفع للجيم، ينفع مش عارف ايه، لأ كلمة ينفع للجيم دي مش كويسة، فأنا هقول متعدد استخدامات. لازم العميل اللي هيشتري منك يحس إن أنت تاجر، مش حد واقف يعني في الشارع بيبيع. تمام. هشيل كلمة ينفع دي، هنقول عليها يصلح أو صالح. يصلح للجيم، وهشيل النقط دي خليها يصلح للجيم والجامعة والعمل. نغير الشغل دي نخليها العمل والنوادي والرحلات. هنقول سهل الحمل.
خامات مستوردة عالية الجودة. طيب بيقول لي هنا نقط تعدد. طب هو ايه المقصود بنقط تعدد دي؟ هقول لك ايه، لازم ان انا كل الوصف اللي انا وصفته ده تمام عشان ما يظهرليش ان انا بس حاطط وصف وكلام كله منشوش تحت بعضيه. احنا بنشوف كده في امازون ان بعض التجار وده الصح، انه بيحط العنوان وبيحط تحتيه بشكل نقط، نقطة تحت نقطة تحت نقطة، التفاصيل بتاعة المنتج. ده بيخلي نظر العميل بيبقى عارف هو رايح فين مش مشتت، وعارف انت بتعدد له المزايا بتاعة المنتج اللي هو هيشتريه، وده بيأكد القرار بتاعه في الشراء. فهنقول أول حاجة هو بيقول ترمس حراري على شكل زجاجة مياه. فأنا هو أول حاجة ميزة فيه إن هو أصلا ترمس حراري معمول على شكل ترمس، فأنا هحطها أول معمول على شكل إزازة مية. تمام، فده أول حاجة. بيقولي إضافة مزيد، هضيف النقطة التانية. هنقول خامات سيليكون عالي الجودة. وهنا مثلا بيقولي إيه، خامة ستانلس 30 306، لأ هنروح هنا 304. نقول لأ أول حاجة هنعدل إيه، إن هنا دي كانت 4. تمام، هنخش على النقطة اللي بعديها. بص هو أنا بقسم الكلام اللي موجود فوق، بقسمه على كده، هو متعدد الاستخدامات ويصلح للجيم والجامعة والنوادي والرحلات. نحطها هنا. نخش على نقطة تانية مثلا ممكن نطلعها من العنوان، سهل الحمل، خامات مستوردة عالية الجودة. أضيفها هنا. وممكن أضيف معاهم سعة 700 مللي. تمام، خلاص أنا خلصت من الجزئية بتاعة وصف المنتج. هيجي بعد كده يقول الصور، فأنا بخش هنا. دي الصورة الرئيسية، لازم تكون أحسن صورة، وهي دي الصورة اللي هتظهر للعميل، فلازم تكون أفضل صورة بشكل إيه؟ بشكل واضح. هنخش كده على المكان بتاع الصورة. طب إيه أفضل صورة ممكن تكون مجمعالي شكل المنتج؟ فأنا ممكن أحط الصورة دي اللي مجمعالي كل حاجة، ممكن أحط الصورة دي. أنا عايز أبين إن المنتج ليه كذا لون، فمش شرط إن أنا أحط كل ده لأن أنا هحطه في صور تانية. فأنا لو هشوف مثلا إن في صورة ممكن تشد الناس من الصور دي، فأنا ممكن أحط دي كصورة رئيسية. اتأكدت إنها نزلت، ودايما أحاول إنها تبقى بخلفية بيضاء عشان تتقبل بسرعة. النقطة التانية هنحط مثلا صورة فيها برضو نفس المنتج. نخش على صورة تالتة، نبتدي بقى نحط بقية الصور، وابتدي أظهر إن المنتج ليه أشكال كتير. مثلا صورة تانية بتاخد الزوايا، صورة تانية تاخد شكل مجمع تاني. أهم حاجة الصور الأخيرة تبقى الصور اللي فيها مقاسات المنتج، محطهاش في الأول. طيب لو خدنا بالنا كده إن أنا بعد ما دوست على الصور لقيته ظهر لي فوق هوية المنتج. دي الصفحة الأساسية اللي احنا حطينا فيها الاسم، إن هو عام ملهوش ماركة تجارية، ودي الصفحة بتاعة الوصف. تمام، اللي احنا حطينا فيها الوصف فوق، ونزلنا تحت حطينا الصور. أتأكد من ده، هو بيعلمني هنا عاملي بالأحمر علامات، بيقول إن الحاجات دي لسه ناقصة مكملتش. فهنخش على النقطة التانية. أنا خلصت،
مش هدوس إرسال تحت ولا حفظ ولا إرسال، أنا هطلع فوق وهكمل بقية النقط دي. طيب تفاصيل المنتج بيقول لي رقم الموديل، أنا هحط له أي رقم، هنقول مثلا وليكن تمام. اسم الموديل، طيب أنا اسم الموديل هنا إيه؟ هو عبارة عن إيه؟ ترمز حراري، أنا هحط ده، هحط ترمز حراري. بيقول الشركة المصنعة، لو أنت حاطط اسم الشركة المصنعة موجود والبايع ذاكرهولك هنحط، طب مش محطوط ممكن أحط أي حاجة، ممكن أحط اسم المحل، أحط أي حاجة، فأحط أي اسم. تمام. طيب مميزات خاصة، المنتج ده ممكن يتغسل في غسالة صحون ولا ممكن يتغسل يدوي ولا ليه تعليمات معينة أو هو ليه مميزة خاصة، هنقول مثلا هو بيحتفظ بالسخونة لمدة 12 ساعة. تمام. أو خفيف الوزن، أيا كان بقى. تمام. طيب هنا طالما هو مش معلم بالأحمر زي دول يبقى دي مش مشكلة، حاجة هو مش طالبها قوي، هو بيتكلم هنا على الفئة العمرية، هي للبالغين ولا للأطفال. ده ممكن يساعدك في الوصول لفئة معينة، بس أنا عايزها تبقى عامة بحيث إن كل الناس تشوفها. تمام، مش هحجم نفسي. طب هنا بيقولي المواد بتاعته ايه، هو بلاستيك ولا ستانلس ولا أكليريك ولا ايه، فاحنا هنقول إن هو بلاستيك مثلا، مثلا. طيب عدد العناصر، أنا ببيع يعني المنتج ده هو مثلا جاي على قطعتين أو شكل قطعتين، ولا هو قطعة واحدة ولا أكتر من قطعة، لا هو ده ترمز فهو قطعة واحدة. تمام. طيب الموضوع الأساسي هو ده تابع لإيه بالظبط، هو مش معلمني عليها فهي مش مهمة بالنسبة لي. تعليمات العناية بالمنتج دي مهمة، طب المنتج ده بيتغسل ممكن أحطه في غسالة صحون ولا ممكن أغسله يدوي ولا ممكن أعمل فيه إيه بالظبط، لا أنا ممكن أعمله إن هو غسيل يدوي فقط. تمام. طب هل يمكن غسل هذا العنصر في غسالة الأطباق؟ أنا كده لسه كاتب فوق إنه غسيل يدوي فقط. تمام، فأنا هحط لأ. هل يمكن استخدام العنصر في الميكروويف؟ هو مش ذاكر لي في الوصف فهقول لأ. تمام. وحدة وزن السلعة، الحاجة اللي هي السلعة دي بتتقيم بالجرامات ولا بالملي ولا ايه بالظبط، لا هي ملي. تمام، ملي لتر. تمام. السعة، احنا كنا قايلين من شوية ان هي في المنتج في الوصف 700، اللي هي 700 ملي، فهحط الوصف. طيب خش على النمط، شكل ايه يعني، هل هي بيطلب مني شكله عبارة عن ايه، فهو مش مطلوبة هنا بالنسبة لي، فممكن في منتجات تانية تبقى مطلوبة، فأنا هحط إن هو الشكل بتاعه هندسي، شكل مستطيلي، شكل مربع، شكل دائري، وهكتب الكلمة دي هنا. طيب المكونات المضمنة للمنتج، مثلا الزمزمية دي جاي معاها ايه، هل جاي معاها مثلا حامل بيتشال فيه، هل هي بغطا محكم بالغلق ولا هي ايه، فهي أنا هقول مثلا هي غطاء كليبس. تمام. طب استخدامات المنتج الموصى بها، مش هحط فيها حاجة لأن أنا هسيبها مفتوحة للرحلات والنوادي والشغل والعمل، مش هحط على حاجة معينة. بيقول لي هل هو هش يعني هو ممكن يتكسر أو لأ. هو مع غطا، طبعا مع غطا. هل هو آمن في الفرن؟ لأ. تمام. طيب وحدة قياس ارتفاع المنتج دي بقى مهمة جدا. تمام برضو، فأنا هبص هنا على الصورة، تمام، اللي هي فيها الارتفاع أو المقاس بتاع الصورة، هو هنا كاتب لي أهو 26 سنتي، ده هتلاقيه في السوق في اللي هو 700 مللي، وده غالبا 500 مللي، فأنا هعمله الارتفاع بتاعه، هو كاتب لي إن القاعدة بتاعته تحت 7.5، يبقى 26 في 7.5. تمام. طب هو بيقول لي وحدة ارتفاع المنتج، تمام، عن الأرض، أنا قلت 26، وتحت هنقول 7 سنتي. بص أنا خلاص طالما كملت كل البيانات، علمت على كل اللي كان موجود بالأحمر، هلاقي الأيكون هنا اختلفت، ما بقتش باللون الأحمر. طيب أخش على حاجة تانية. لو تفتكروا في البداية خالص احنا قلنا إن المنتج ليه اختلافات، ودي الحاجة اللي أنا دوست عليها هنا في الأول،
ودي الحاجة اللي احنا دوسنا عليها الأول اللي هي الخاصة بالألوان، بإن أنا عملت تصنيفات إن في ألوان، فهو فتح لي هنا صفحة للاختلافات، فهو بيقول لي بقى الألوان اللي موجودة عندك إيه. أنا عندي اللون الأحمر واللون الزهري واللون البيج واللون الأزرق. على فرض مثلا إن التاجر ده أنا لما اتصلت بيه قال أنا عندي اللونين دول بس، مثلا الأزرق والأحمر، فأنا هروح رافع هنا. تمام، هكتب هنا أزرق وأحمر. طيب هل هو بيقول لي هنا كل الجزئية دي أنا مش هكتب فيها أي حاجة؟ أنا هاجي هنا بيقول لي جديد، هو عاوز صورة. تمام، أنا ممكن محطهاش، هو بس هيبقى الفئة لما أنا أجي أختار هو هيبقى عارف. تمام، سعر البيع. طيب أنا المنتج أصلا ناوي إن أنا أبيعه بكام في العرض؟ احنا نقول مثلا نقول إن الأوردر كان ب200 جنيه. طيب لازم بقى على أمازون أبقى أنا واخد بالي من حتة في التسعير، ودي برضو أنا إيه يعني هنتكلم فيها في فيديو تاني. أنا بس بوريك الطريقة بتاعة الرفع. طيب أمازون بتاخد رسوم. تمام، هتخصمها منك من تمن المنتج. وده على حسب الفئة اللي انت بتبيع فيها. في نقطة تانية، أمازون بتاخد منك ضريبة. تمام، 14%. ففي حاجات كده نبقى أنا لازم أبقى عارف أنا هبيع بكام. فأنا هقول مثلا وليكن إن المنتج ده ب225، أنا هبيعه مثلا ب400 جنيه، عشان في الآخر يطلع لي الحساب اللي أنا عايزه أو المكسب اللي أنا عايزه، وأنا هقول إن السعر 400. لو عايز أميز مثلا إن الأزرق ده عشان لون جذاب ف400، والأحمر ده بلون أقل فأنا هعمله ب350، ممكن أعمل كده. تمام، بس هنقول دلوقتي إن هما إيه المشكلة عندي، إن هما الاتنين واحد، فأنا هخليهم الاتنين ب400. فبيقول لي عندك من ده كمية قد إيه وعندك من ده كمية قد إيه. هقول مثلا يا عم ده 5، هقول ده 5، وهدوس، مش هدوس إرسال، هطلع فوق تاني وأكتب عرض. بيقول لي حط كود، ده رمز الكود اللي أنت هتبيع بيه. لازم على فكرة هو عمره ما هيقبل رقمين زي بعض، فأنا لازم أبقى واخد بالي من الأرقام اللي أنا بحطها. فلازم كده أعمل تدريجة، مثلا أبتدي بالميات، بعد كده الميتينات، بعد كده التلتميات كده. فهنقول 450. بيقول لي قناة الشحن، ناخد بالنا من الحتة دي. قناة الشحن بيقولك سوف أقوم بتجهيز هذا المنتج وستقوم أمازون باستلامه وشحنه. في طريقة اسمها طريقة الشحن السهلة أو الإيزي شيب. دي إن أنا بعمل المنتج وبجهزه وبيجيلي مندوب من أمازون بيجي ياخد مني الحاجة ويروح يوديها فين؟ يوديها للعميل. وفي طريقة تانية إن أنا بشحن، اللي هي الطريقة اللي تحتيها اللي هي منتجات FBA، إن أنا بتصل بيهم وبقول لهم يا جماعة أنا عندي منتجات عايزكم تيجوا تاخدوها وتخلوها عندكم في الهاب في أمازون، ولما تطلب منها قطعة انتوا اللي هتطلعوا وتشحنوا منها ايه منكم لنفسكم، أنا مش هعمل أي حاجة. فدي طريقة ودي طريقة، بس الطريقة التانية دي محتاجة منك إن أنت لازم يكون عندك ستوك أو إيه أو مخزن بضاعة وعايز تبعتها هناك، وأنا شايف إنك متعملش كده دلوقتي. خليك في الأول في البضاعة، حتى لو معاك فلوس خلي المنتج يبقى موجود معاك أنت. تمام، طبعا ال FBA ليه مزايا وليه عيوب وبرضه هنتكلم عليها في فيديو تاني. طيب هو بيقول لي وحدة طول، وحدة التغليف بتاع المنتج، احنا هنقول جرامات. هنقول سنتيمتر عشان احنا كنا بنتعامل في الارتفاعات والطول بايه بالسنتيمتر. طول تغليف الطرد يعني هنقول مثلا ان هو 20 سنتي او 26 سنتي. تمام. طيب وحدة ارتفاع تغليف المنتج هنقول برضه جرامات، سنتيمتر ولا ايه. وهخش هنا هدوس على 26. العرض سنتيمتر، وهختار 7 سنتي.
وزن تغليف المنتج، هنقول بقى إن ده جرامات. هو عايز يقول يعني الوزن بتاعه قد ايه، فأنا هقول 100 سنتي، حتى لو أنا مكنتش عارف الوزن الحقيقي بتاعها ايه. طب هو بيقول لي هنا في حاجة هنا لسه ما اتعملتش، احنا ما عملناش، ما اخترناش الايه الحاجة، فاحنا هنخليها الشحن السهل أو الإيزي شيب. أول ما هدوس عليها خلاص أنا كده مليت الايه الجزء دي. فاضل لي آخر حاجة، بلد المنشأ. الحاجة دي معظم الحاجات دي بتبقى جاية من الصين. لو انت عارف أي حاجة تانية مثلا طلعت تركي، طلعت أيا كان، هتختار حتى لو المنتج مصري هتختار مصر، فهدوس هنا الصين. طيب لوائح البضائع الخطرة دايما اختارها آخر. وحدة وزن السلعة، الوزن بتاع السلعة ده بالإيه؟ هنقول بالجرامات. وزن السلعة هحط 100 سنتي. خد بالك إن أنت وأنت بتحط الوزن بتاع السلعة، كل ما السلعة الدايمنشن بتاعها كبر أو الوزن بتاعها يعني المقاسات أو الأبعاد كبرت أو الوزن تقل، برضه هتحسب عليك رسوم إضافية. فأنت خد بالك من الحتة دي. وخليك دايما محجم الإيه الوزن والجرامات. تمام، الجرامات يعني والمقاسات أو الدايمنشن. هنبص كده خلاص، أنا كده كل حاجة عندي بقت تمام، كل حاجة مظبوطة، نزلت الصور، مفيش حاجة هنا فاضية أو ناقصة. تمام، فهدوس هدوس إرسال. كده مبروك، أنت رفعت المنتج بتاعك على أمازون. هو في خلال بص نقلني هنا للصفحة بتاعة المخزون. تمام، فهو هنا دلوقتي نقلني للصفحة بتاعة المخزون، واللي هو بيها بعد بالظبط 10 دقايق، ربع ساعة، ممكن ألاقي المنتج بتاعي خلاص اتراجع وتوافق عليه، وهينزل يبقى من ضمن القايمة بتاعتك اللي انت رافع عليها المنتجات بتاعتك. ماشي تمام، دي كلها كده دي صفحة المخزون، ودي اللي أنا بحدث منها الأعداد والأسعار بتاعة المنتجات، وأنا هبيع بكام والكلام ده كله. طيب لو جينا نطلع كده فوق بعد شوية، لو عملت ريفرش هيظهر لي المنتج. بس هنقول على ما يظهر أنا هوريك مثلا شكل المنتج المعروض والليستنج اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ادي اهو منتج مثلا من المنتجات، ادي الصورة نزلت وانا عامل فيها اهو العنوان الشكل الاساسي. تمام، ولو جينا بصينا تحت هنا هنلاقي المقاسات والابعاد اللي انا كنت حاططها، وهنا دي التصنيفات زي ما قلنا اللي هي معمولة بشكل 1 2 3. ادي 1 2 3 4. تمام، والتفاصيل بتاعة المنتج، الوزن والجرامات، ووصف المنتج اللي أنا كنا بنتكلم عليه اللي كان في المربع الكبير. فأنا كده خلاص، أنا كده بالنسبة لي عملت كل حاجة خاصة بالمنتج. ده كان شرح بسيط كده وسريع للليستنج أو الوصف، وإزاي نعمله بشكل صحيح. إن شاء الله هنعمل فيديوهات تانية توضح برضو على أمازون زي ما قلنا كده التفصيلات أو التريكات الصغيرة اللي ممكن تقابلك، وإزاي إن أنت تحلها يعني، أو إيه هي الحلول بتاعتها بالظبط. أتمنى أكون مطولتش على حضراتكم، أتمنى أن يكون شرحي مفيد. الحاجات اللي أنا بشرح لحضراتكم دي عن طريق التجربة. تمام، فمعلومات مهمة صدقوني، وهتستفادوا منها جدا. لو عجبك الفيديو أتمنى إنك تشترك في القناة وتدوس. أتمنى إن لو الفيديو عجب حضرتك اشترك في القناة، ودوس لايك. تمام، عشان تتابعني في فيديوهات سابقة يعني. أتمنى إن أنت برضو تبص وتاخد فكرة عنها. تمام، هتفيدك أكتر في اللي جاي. فمتشكر لحضراتكم جدا وآسف للإطالة. شكرا.